ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا اسمي مروه. متنسيش تعملي لايك للفيديو ده وتشتركي في القناه لو انت اول مره تيجي. فيديو النهارده هتكلم معاكم عن تطعيم الشهرين. الفيديو ده انا عاملاه، انا عارفه ان الحاجات دي ممكن تكون او ممكن تبان يعني للناس ان هي حاجه بسيطه، او ممكن انت عشان عارفاها تحسي ان هي حاجه، تطعيم الشهرين. بس انا عاملاه للناس اللي كانت زيي او الناس اللي زيي، لان انا حرفيا ما كنتش اعرف اي حاجه عن التطعيمات، ما كنتش اعرف اعمل ايه، ما كنتش اعرف اخد معايا ايه وانا رايحه، اروح اطعم امتى، تفاصيل كتيره كده. فانا هحكي لكم عن تجربتي مع التطعيم بتاع الشهرين، علشان زي ما بقول لكم لو حد محتاج ان هو يعرف حاجه معينه او حاجه ناقصاكم، انا هكمل لكم الحاجات دي او انا هعرفكم كل التفاصيل. فتابعوا الفيديو لحد الاخر، وزي ما بقول لكم كل مره متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لانه هيفرق معايا جدا جدا جدا. طيب، اول حاجه ما كنتش اعرفها او ما كانش عندي يعني خلفيه عنها، ان في التطعيمات كل سن او كل تطعيم بيكون ليه ايام معينه في الصحه. فانا طبعا كنت فاكره ان انا عادي، يعني اول ما بنتي تتم شهرين يلا هوبا يلا بينا يا ماما يلا نروح نطعم وكده. بس اكتشفت لا، ان هو ان انتي ليكي مواعيد معينه، علشان كده لازم تسالي قبل ما تروحي. يعني انا سالت قبل ما اروح عن التطعيمات المواعيد وكده، فكان يومين لتطعيم الشهرين، وتقريبا كان معاهم الاربعه والسته يومين معينين. طبعا انت على حسب المنطقه بتاعتك، يعني كل منطقه بيبقى فيه في الصحه ايام معينه للتطعيمات. علشان كده قبل ما تروحي يسالي عن المواعيد، ما تسيبيش نفسك كده اللي هو هروح واشوف كده الدنيا ايه، زي ما انا كنت عامل. والحمد لله ماما لحقتني سالت لي يعني الاول قبل ما نروح كده، فعرفت ان كان يوم التطعيمات بتوعها كان الحد والاثنين. انا وديتها ساعتها يوم الاثنين. بنطعم امتى اصلا تطعيم الشهرين ده؟ برضو دي حاجة انا ما كنتش اعرفها، ان احنا المفروض اول ما الطفل يتم شهرين خلاص قفل الشهرين، نبدأ بقى من بعد الشهرين نحسب بقى اخري ايه، اخري اسبوع من بعد الشهرين. يعني ما ينفعش ان انا اسيب الطفل مثلا لشهرين ونص مثلا، لا شهرين واسبوع. اكتر اقصى حاجة او اكتر حاجة ممكن تسيبوها الاسبوع، لكن ما ينفعش ان انتوا تسكتوا لبعد الاسبوع ده بالنسبة لتطعيم الشهرين. انا كنت فاكره ان هو حقنه واحده، للاسف هما حقنتين في الرجلين. فاعملي حسابك بقى، يعني اعملي حسابك للي هيحصل. وطبعا وانا رايحه اخدت معايا اللي هي الورقه اللي هي بيكون فيها مواعيد التطعيمات، او التطعيمات يعني بيكون متسجل فيها التطعيمات اللي انت اديتها للبنت او لابنك يعني او لبنتك، وشهاده الميلاد اللي بتكون طبعا طالعه من الصحه اول ما البيبي يجي يعني وكده. لان انا ما كنتش واخده معايا الحاجات دي ورجعت خدتها ورجعت تاني. علشان كده بقول لكم الفيديو يبان ان هو بسيط قوي، ايه يعني ايه تطعيم الشهرين، بس انا عاملاه للناس اللي هي ما تعرفش اي حاجه زيي. يعني انا مكنتش اعرف اي حاجه وتعلمت في نفسي يعني. فزي ما بقولك لازم تاخدي معاكي الكراسه، بيبقى فيه كراسه بيكون لونها بينك لو هي بنت، ولونها ازرق لو هو ولد. دي لازم تاخديها معاكي، لان هما بيحتاجوا ان هما يسجلوا فيها ميعاد التطعيم واخدتي تطعيم ايه، وعشان لما تروحي بعد كده ما تاخديش حاجه ما ينفعش تاخديها او الكلام ده. فهم بيحبوا يسجلوا، ولازم اصلا ياخدوها منك، لازم يستلموها منك وقتها او يبصوا عليها ويسجلوا فيها زي ما قلنا. وشهاده الميلاد برضو لازم ياخدوها او بيبصوا فيها يعني وكده. عيب بقى، ودي ارخم حاجه طبعا. احنا من ايجيبت، لا احنا مش في ايجيبت، في مصر، لان ايجيبت اكيد هتكون منسقه شويه عن اللي حصل ده. تعالي بدري، تعالي من الساعه 8 الصبح. هو انا بصراحه طبيعتي ان انا يعني بتاخر شويه عن مواعيدي، فروحت متاخر بالصدفه. اكتشفت ان كل اللي رايحين بدري يعني عمالين زهقانين والدنيا زحمه جدا جدا جدا. و اللي هو يعني كويس ان انا ما نزلتش من بيتي ورحت 8 الصبح. صعب قوي ان انا افضل قاعده من 8 الصبح في الزحمه دي في الطوابير وانا قاعده مستنيه، الا بقى لو انت طبيعتك بتصحي 8 الصبح تروحي بدري كده شويه وتستني مثلا ساعه ساعتين وتدي التطعيم وتمشي. انا رحت 11، مشيت تقريبا واحدة من المكان من كتر ما المكان كان زحمة. يعني دي حاجة انا مش محتاجة ان انا اقولها لكم، انتي بديهي كده هتبقي عارفة ان اي مكان في مثلا حكومي او حاجة اعرفي ان انتي بتاخدي وقت فيه. فانا وقتها قعدت بالبنت كتير قوي لحد ما دورها ما جه ودخلت. كنا تقريبا اخر ناس دخلنا يعتبر. برضو في حاجة ان انتي بتعملي حسابك تاكليها قبل التطعيم، لان هما بيقولولك ما تاكليهاش بعد التطعيم على طول. فانت برضو تبقي عامله حسابك، سواء انت بترضعي طبيعي او تعملي صناعي، تجهزي ببرونه بحيث ان انت تاكليها لها او تاكليها لابنك قبل التطعيم على طول، علشان بعد التطعيم ما ينفعش ياكلوا على طول. وانا مع الاسف بنتي
نامت قبل التطعيم على طول، يعني خلاص هيندهوا اسمها، انا لحظه انا عايزه انام دلوقتي. فطبعا لما دخلنا حاولت اصحيها، اللي هو انا هنام يعني هنام ومحدش يصحيني، مع ان هي اصلا طبيعتها بتصحى كده كده. يعني لو انا اتحركت من جنبها كده وهي نايمه بتسحب كده عشان اعرف اخلص حاجتي، بلاقيها مفتحه عينيها كانها اول مره، يعني كانها ما كانتش نايمه. وقت التطعيمات بقى لا، هي نامت ومش عايزه تصحى، قعدت احاول اصحيها قبل ما ندخل. فاللي حصل معاها ان هي عيني اتخضت اول ما جم يدوها الحقنه، صحت مفزوعه وفضلت كذا يوم بتصحى مفزوعه كده وبتعيط وكده. فانت برضو حاولي ما يعني تصحي بنتك او ابنك كده قبل ما تخش عشان ما يتخضوش زي ما حصل مع بنتي يعني. صرخت جامد قوي في الحقنتين، وطبعا كانت نايمه واتفزعت، فدي حاجه مش حلوه يعني. اللي بيحصل بعد تطعيم يعني كل اللي انا حكيته ده كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. اللي بيحصل بقى ان طبعا هما بيتوجعوا من الحقنة، بس طبعا مش هو ده الوجع اللي بتكملي بيه بعد كده. يعني هو بعد كده بيبدأوا ان مفعول الحقنة مثلا ساعة ساعتين بيبدأ يشتغل. فانت عايزاكي تبقي مستعدة للحظة دي كويس قوي 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 زي ما انا عملت. تبقي معاكي حد في البيت، او انت تروحي يعني انا رحت لماما ولو ما ينفعش اقعد بيها لوحدي في البيت، لان من بعد ساعتين حرفيا هي ما بطلتش عياط. طبعا مفعول الحقنه بيبدا يشتغل بعد ساعه ساعتين. رجلهم بتبقى وجعهم كده، مبيبقوش مستحملين حد يخبطهم او يلمسهم عليها. وجسمهم طبعا همدان من مفعول الحقنه وسخونيه خفيفه كده شويه، لان انا وقتها اديتها ستال. ودي من ضمن الحاجات اللي انا برضو ما كنتش اعرفها، ان انا المفروض ابقى عامله حسابي بقى على دواء سخونيه وحاجات كده. بس الحمد لله يعني ماما ظبطت لي الحاجات دي وكده. فبرضه لازم تبقي عامله حسابك ان يبقى معاكي ستال، اللي هو النقط بتاع الاطفال، في ستال بتاع الكبار وفي ستال بتاع الاطفال. برضه لازقه بتتجاب من الصيدليه، اللزقه دي بتريحهم شويه. هي بتكون حاجه زي الجل كده، بتفكيها من بعض، بتشيلي من عليها الطبقه الشفافه، والجزء اللي هو اللي فيه الجل ده هو ده اللي بيتحط على الرجل مكان الحقنه. بيهدي شويه وبيبقى حلو قوي قوي لو اتحط في التلاجة او في الفريزر عشان يبقى ساقع، بحيث ان هو بيسحب السخونيه كده شويه من الرجل بتاعتهم. بنتي كانت يعني ما بتحبش اصلا حاجه ساقعه تيجي عليها، يعني حتى الميه نفسها الساقعه لازم الميه تكون فتره شويه كده علشان اقدر ان انا يعني احميها او اعمل اي حاجه. فكانت بالنسبه لها دي يعني السقوعيه بتاعه الجيل اللي هو اللي موجود في اللزقه ده كان بيتعبها اكتر من الحقنه، فكنت ما بين الحقنه وما بين الجيل. بس طبعا اول ما بتاخد عليه، يعني اول ما بيتحط على رجلها تفضل تصرخ شويه، وبعد كده لما رجلها تتعود عليه بيبقى خلاص، اللي هو بيبدأ يمتص كده شوية الحرارة من جسمه، وبتحس ان هو بيهدي شوية. مش عايزة تجيبي اللزقة دي، لان في ناس قالوا لي مش لازم تجيبيها، اللي هو يعني مش لازم، هي مش تعمل حاجة، بس فعلا هي بتهدي شوية يعني. لا هي مش ما بتعملش حاجة، هي بتهدي شوية. فعلشان كده انا استغربت اللي قالوا لي ما تجيبيهاش. انتي مش حابه تجيبيها من الناس اللي هو لا انا مش عايزه اجيب لزقه او اجيب حاجه احطها عليها، في ناس قالوا لي حطي ميه على نشا وحطيها كده على رجل البيبي، بتسحب برضو شويه السخونيه. بس انا ده بصراحه ما جربتوش، فانتي عايزه تجربيه يعني جربيه، او لو حد مجربه يعني اسالي مثلا حواليكي كده لو في حد مجرب الموضوع ده. وانتوا برضو يا جماعه قولوا لنا، يعني انتوا في حد جرب موضوع النشا بالميه ده وفعلا بيجيب نتيجه؟ لان اكتر من حد قال لي عليه ومش حد واحد. بس قالوا لي بقى بعد ما كنت خلاص يعني اللي هو بدأت تهدى وكده، فكان كل ما حد يشوفني او يكلمني ايه بنتك عامله ايه ده كذا كذا، طب حط لها ميه بنشا. كانت خلاص في الفتره اللي هي بتهدى كده شويه والدنيا تمام، وانا مش عايزه المس رجلها خالص، اللي هو لا مش هحط لها اي حاجه، اللي هو هي بقت كويسه هي، حتى لو كانت بتعيط بسيط مش عايزه المس رجلها خالص. فانت برضو وانت بتشيليها كده تحاولي تشيليها بطريقه معينه، اللي هو اللي انا معرفتش اشيلها بيها كنت بخبطها في رجلها، فمجرد كده مجرد اللمسه هتلاقي ما هي بتحكي لكم معايا، فمجرد اللمسه بتلاقي السرير. يهدوا امتى؟ يعني كل طفل على حسب حالته يعني، او على حسب هو استحماله، او على حسب جسمه. مفيش حاجه اسمها بيهدى كذا بعدها بكذا او الكلام ده. يعني بنتي قعدت طول اليوم، وتاني يوم بدات اللي هو ايه يعني بتئن كده خفيف ووجع ومش عارف ايه، بس مش بتعيط جامد. في اطفال بيخفوا بعدها على طول، في اطفال ممكن يقعدوا يومين ولا حاجه. بس اهم حاجه ان احنا ما نسيبش السخونيه، يعني لو حسينا لو الجسم دافي بسيط مش مشكله، بندي ستال برضو هو بيسكن الالم مع السخونيه. بس لو هو سخن بنهتم يعني، ممكن تكلموا الدكتور بتاعكو او الدكتوره. اهم حاجه تدوا ستال، وبيبقى فيه كمادات، بس كمادات مش ميه ساقعه، كمادات ميه من الحنفيه بتتحط على الراس مثلا، او على الرجلين من فوق كده شويه، او على الدراعات. فالحاجات دي برضو بتفرق شويه مع الطفل.
بس كده، ده كان فيديو النهارده. بعد ما كنا بنحكي بقى بالميك اب والحاجات دي، بقينا نحكي في حاجات الماميز يعني. يلا الحمد لله، ده رزق من عند ربنا، نشكر ربنا عليه طبعا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واكون وصلت اللي انا عايزه اوصله لكم، لان انا بجد بجد كنت مهتمه قوي ان انا اعمل لكم الفيديو ده علشان افيدكم. زي ما انا ما كنتش عارفه، زي ما بقول لكم في الاول، كنت حابه ان انا اعرف الناس اللي ما عندهاش اي خلفيه، وبرده الناس اللي عندها خلفيه تسمع معانا، مش تخسري حاجه، اسمعي الفيديو. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. اكتبولي لو حابين تسمعوا او حابين ان انا اتكلم معاكم عن حاجات معينه في الفيديوهات الجايه، اكتبولي في الكومنتات. واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.